اوعى تشتري 5 فدان او تستثمر في 10 فدان لو انت ما حسبتش الحسبه دي. سهل جدا ان انت يبقى عندك 5 مليون جنيه تتعاقد على مزرعه نخل، لكن من الصعوبه اللي انت او المخاطر اللي انت مش حاسبها ان تكاليف تشغيل ارضك مش متناسب مع امكانيات دخلك. انت مهندس النهارده او موظف في وظيفه بتقبض منها 30 40 الف جنيه، ده متوسط دخل زي الفل، وجاي تشتري لي 10 فدان ومعاك تكلفتهم من البدايه، بس ال 10 فدان دول هيكلفوك في الشهر حوالي 25 30 الف جنيه. طيب هتصرف على الارض ولا هتصرف على بيتك؟ دي خناقتنا مع كل مستثمر جاي بشاير سوا يتعاقد معانا، يقول لي وانتوا بتحققوا معايا ليه؟ هو انا جاي بنك فبتعمل لي مخاطر ائتمانيه؟ ايوه، الارض دي محتاجه العزوه ومحتاجه السند ومحتاجه الاداره المظبوطه. الاداره المظبوطه يعني التدفق النقدي المظبوط، لازم يكون معاها مخاطر بنخططها مع بعض ونشوف بناء على خبراتنا احنا كشركه ايه الاعطال اللي هي ممكن تيجي بعد سنه وبعد 2 او ب3. لازم كل مستثمر يبقى في ظهرنا. ليه؟ لان انا لو بعت مساحات كبيره للمستثمرين، واحد مثلا معاه فلوس فاستثمرها ومش عامل مخاطر هيصرف ازاي؟ واحنا مثلا عندنا قطاع وليكن فيه 100 فدان، تمام، متقسم على 20 مستثمر، في منهم 10 تعثروا في تكاليف التشغيل. طيب لو الشركه قدرت تشيل 10 مستثمرين، يعني هي تصرف من جيبها على القطاع ده وليكن مليون جنيه في الشهر. طيب ايه ضمانك ان الشركه تفضل يبقى عندها استدامه تدفقاتها النقديه انها تصرف على ارضك لمده 2 3 سنين؟ علشان كده بنقول لك ان انت تستثمر في قطاع زراعي وتدفع تكاليف الزراعه والرعايه والاشراف افضل من ان انت تشتري 5 فدان ولا 10 فدان والشركه تاخد منك 25 30% من الانتاج. ليه؟ لانه هو هيضطر يصرف على ارضك 3 4 سنين، والراجل ده لو عنده 1000 فدان ايش ضمنك ان هو عنده تدفقات نقديه مستديمه ومستمره لمده 4 سنين لمساحه مثلا 500 فدان او 1000 فدان، فمطلوب منه في الشهر كل شهر 3 4 5 مليون جنيه. لو معاه النهارده ممكن ما يبقاش معاه السنه الجايه. النقل ده لازم يبقى محتاج تدفق نقدي مستمر اول 3 4 سنين. علشان كده لما يجي واحد يقول لك انت بتحقق معايا يا عم ما تبيع لي، مش عايز تبيع لي، ايوه ان النهارده مش صعب ان احنا نبيع ارض ولا نطرح شراكات مستثمرين على مساحات مزروعه. ليه؟ لان انا مش مشكلتي ان انا ابيع ارض، انا مشكلتي في بشاير سيوه ان انا اقدر اصرف على تكاليف واتحمل تكاليف الارض لحد ما تنتج. 5 فدان ابرك من 10 و2.5 فدان ابرك من 5. عرفت ليه احنا مش عايزين نبيع 10 فدان و5 فدان و30 فدان؟ لان فدان المجدول ده بعد 4 سنين هيحط جنبه كل سنه من العائد والانتاج بتاعه فدان، فانت تستحمل صح عشان تكسب 100% مدى الحياه بعد 3 4 سنين. عرفت ليه بقول لك اوعى تشتري 10 فدان؟